عليكم. جيت نجاوب على واحد السؤال اللي تكرر، هي واش حمص معيزو امن على الناس اللي عندهم مرض السيلياك او حساسيه الجلوتين؟ فغادي نقول لكم بان حمص معيزو بصفه عامه فهو امن 100% على هاد الناس هادو. غير هي بالنسبه لهاد المنتوج هذا يعني اللي مطحون، انا الا شفتو في هاد ستيكرز اللي انا درت فما كتبتش فيه نهائيا خالي من الجلوتين او سون جلوتين. يعني علاش؟ لانني فطحنته بآلة عادية، يعني آلة واخا تكون يعني الماكينة اللي تنطحن فيها هي طبعا ديال الإينوكس والجودة ديالها مزيانة، ولكن ديجا طحنت فيها الشعير، يعني انا تنطحن فيها الشعير واخا غسلتها. فالناس اللي عندهم مرض السيلياك فخاصها تغسل، يعني المسامر ديالها خاصهم يتجبدوا، خاصها يعني تهوى وخاص بزاف ديال الشروط. فالناس اللي عندهم هذا المرض هذا وبغاوني نوجد لهم حمص معيزو يعني بالشروط ديال السلامه، فطبعا مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. فعندي ماكينه خاصه بهاد الناس هادو، والحمص ضروري خصو يتغسل عاد يعني يتطحن، ومهم خاص بزاف ديال الشروط لان هاد الناس هادو ما معاهمش اللعب. بالنسبه للانواع اللي عندي انا ديال حمص معيزو، فعندي هذا النوع هذا اللي تتشوفوا، هذا النوع اللي باهت شي شويه بحال هكا، اللون ديالو شي شويه باهت، وما كاملين بلديين طبيعيين، ولكن المهم كل واحد والزريعه ديالو. فيه هاد الحبيبات كحلين كيف ما تتشوفوا. النوع الثاني هو هذا اللي ديجا صورت لكم، فيه اللون الاسود واللون البرتقالي كيف ما تتشوفوا، اولا القهوي مفتوح. وعندي واحد اخر اللون ديالو يعني اسود كامل، يعني كحل كامل نواغ. حتى هذاك يعني بلدي طبيعي، كل شيء بلدي. المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا، تبارك الله عليكم.